شايفين هاي الوصفة؟ رح أعلمكن إياها بأسهل طريقة وما بتاخد معكم شغل غير ساعة واحدة. تعالوا اليوم نعمل مع بعض أطيب يبرق. أول شي رح بلش فيه هو الحشوة. حطيت هون اللحمة، هلأ رح ضيف عليها الرز، بندورة، بصل، بقدونس مع شوية كزبرة خضراء، وأهم شي هو الثوم. طبعا أنا بحب كتر فيها توم، طعمة الثوم فيها كتير طيبة. وهلأ لازم نملح. نحتاج لنعناع يابس، هي الأكلة كتير بتحب النعناع. وراح أحط بابريكا حمراء، فلفل أسود، بنحط الدبس البندورة. بما إني راح أعمل مرقة حمراء، هذا مو يلانجي، راح أعمل يبرق أنا، وشوية زيت. هلأ لازم نخلط المكونات كلها مع بعض. يا بنات الخضرة اللي حطيناها كلها لازم تنفرم على الإيد، ما لازم تحطيها بالخلاط، كلهم لازم ينخلطوا سوا وينطبخوا سوا. يا صبايا هذا هو ورق العنب اللي أنا بستخدمه، أنا بجيبه جاهز، مو أنا اللي عملته طبعا. بنجيب أكبر جات عنا، وهلا بنحط فيه ورق العنب، بنفرده هيك، لازم نفكهم عن بعض، لازم ننظفهم كتير منيح. بحط عليهم أنا مي مغلية شوي وبغسلهم، ولازم اقطع هدول. وراح تسأليني ليش مي مغلية، ليش مو بالمي العادية؟ يا حبيبتي الناس اللي بتشتري من عندهم ما بيهمها صحتك، ما بيهمها صحتك، بيهمها جيبتك يا حبيبتي. اهم شي جيبتك تكون عامرة، والله صحتك ما حدا بيهتم فيها. فاهم شي نحط عليها مي مغلية شوي، بينضفوا، وبعدها بنبلش شغل. هون المي المغلية، بستنى عليهم 5 دقايق وبعدين لازم اغسلهم كتير منيح لبلش شغل فيهم. صدقوني يا بنات انه هي الاكلة ابدا ما لها صعبة مثل ما انتم مفكرين، بالعكس كتير سهلة. هلا بنفرد الورقة وبنحط عليها الحشوة، ما بنكتر لانه الرز بينفش على الطبخ. بنقلبه من هي الجهة ومن هي الجهة، وبعدين من هون. شوفوا ما احلاها، انا لابسه كفوف ما عم استحكم. شوفوا شلون، شوفوا لي على هاللفه، شوفوا لي على هاللفه، بتجنن ولا ما بتجنن؟ خلونا نلف وحده ثانيه. والله صعبه بالكفوف، والله صعبه. هاي جبنا وحده ثانيه، بنحط عليها الحشوه مثل ما قلت لكم، ما لازم نكتر. والله بعد هالوصفه رح تدعولي، رح تصيروا كل يوم تطبخوا يبرق. هيك قلبناها من هاي الجهة ومن هاي الجهة. هلا بنجي نقلبها من هون ومن هون، كل حبة ما بتاخد منك دقيقة. شوفوا لي، شوفوا لي على هاللفة. وهلا بعد ساعة اليبرقات صاروا جاهزين، شوفوا لي على هالمنظر. هون بهي الطنجرة عم جهز المي السخنة مشان نضيفها على اليبرق رح صفه هون، رح احط اللحمة. هلا رح غسل اللحمة وارجع صفت عليها اليبرق وحطها على الغاز ساعتين، وبيكون اطيب يبرق جاهز. هون غسلت اللحمة، انا ما كترت لحمة كتير لانه الوحيد اللي رح تاكل هي انا، فهدول بكفوا. في عنا بصلة ضلت زيادة، فليش تنكبها، نستفيد منها. في عنا كم ورقة ضلت، هدول الورقات انا ما بستخدمهم كتير، قاسيين شوي، فما بحبهم على الطبخ، حسب تخرب الطبخة. هلا خلينا نحط اليبرقات بالطنجرة، اطيب اكلة بالعالم. هلا رح احضر الصوص. حطيت هون شوية مي دافية، رح احط عليها دبس البندورة، رح احط لها معلقة ملح، وهلا بنخلط. والصوص صار عنا جاهز، رح نضيفه على اليبرقات، وهلا بنحطهم على النار. هون المي صارت ساخنة، رح اضيفهم على اليبرق.
بس ما رح تكون النار كتير قوية، رح خليها تنطبخ على نار كتير هادية لمدة ساعتين، وبعد ساعتين برجع لكم. وهلا يا صبايا وصلنا لاخر مرحلة. هاي المرحلة بحب انا اضيف عليها برق توم وزيت زيتون وشوية نعناع، بحس انه بيعطيها طعم كتير طيبة لليبرق. وهلا رح اتركهم مع بعض 10 دقايق وبعدها رح طفي الغاز. وهيك طبختنا صارت جاهزة. طبعا انا ما رح اقلب الطنجرة، رح احط لحالي وبس. بس رح فرجيكم كيف دايبة ذوبان. شوي سخنة. عم تشموا الريحة مقطيبها. شوفوا لي على هالوصفة الملوكية، في أطيب من وصفة اليبرق؟ حدا يفهمني. صحيح هي شوي بتعذب بس كتير بتجنن، طعمتها كتير طيبة. هذا اللي اخترعها بشو كان عم بفكر؟ شوفوا لي، خلونا ندوق. واو، عن جد واو، مثل المرهم يا بنات، عم تدوب بالتم مثل المرهم.